بيبدأ الفيلم بالحضارة المصرية من آلاف السنين وقت بناء الأهرامات. في الوقت ده بتكون حضارة مصر هي أقوى الحضارات اللي موجودة في العالم مقارنة بالحضارات اللي حواليها، والأسطورة بتقول إن فضائيين اسمهم سايروس نزلوا مصر في الوقت ده، وإن هم السبب في إن الفراعنة بنوا الأهرامات. بمساعدتهم قدروا إنهم يبنوا الأهرامات، وكمان ساعدوهم في علوم الفلك والهندسة. وفي يوم اكتشف فرعون مصر إن الفضائيين بيخططوا إنهم يعيشوا فيها، بس هو رفض الموضوع ده تماما وبيحارب الفضائيين كلهم، وقدر إنه يهزمهم وحبسهم في سرداب سري تحت الهرم الأكبر، هرم خوفو، وعمل عليهم لعنة تحبسهم تحت آلاف السنين. في يوم الملكة ولدت طفل صغير، وده بيكون من نسل فرعون وآخر نسل ليه، وبتقول إن هو ده الوارث الوحيد اللي هيحكم لو الفضائيين ظهروا من تاني. بتطلب من فرعون إنه يحبس جثتها في الهرم علشان محدش يقدر يوصل ليها في يوم من الأيام. فالفرعون سمع كلامها وحطها في تابوت في غرفة سرية تحت الهرم الأكبر، محدش يعرف عنها أي حاجة، والأوضة اللي بتوصل للفضائيين المحبوسين بتكون تحت التابوت. وعمل مفتاح هندسي بطريقة عبقرية مش أي حد يقدر يفتحه. خبى المفتاح علشان الفضائيين لو ظهروا من تاني ما ياخدوش المفتاح، وإن ميعاد ظهور الفضائيين وهو ظهور أشعة الشمس على الهرم الأكبر. دي بتحصل كل 5000 سنة. بعد زمن طويل في مدينة الجيزة بيجي عالم اسمه أدلر بفريق البحث بتاعه جايين مصر علشان يكتشفوا سر عظمة مصر. العالم ده اسمه هايدن، بيتفرج على الهرم الأكبر وبيقول إن فاضل 7 أيام والفضائيين هيظهروا من جديد، ولازم يوصلوا لتابوت الملكة قبل الفضائيين ما يظهروا. بيروح للعالم الكبير مانديلا وهو اللي معلمه كل حاجة، بيقول له احنا لسه ما لقيناش التابوت. فمانديلا بيعرفه انه مش من السهل تلاقيه، المصريين اذكياء جدا واكيد عاملين حسابهم ان في حد هيدور في يوم من الايام على التابوت. في شخص بيجي يخطف عصاية هايدن وبيديها لواحد اسمه بيتر وبيكون مجرم، وبيروح المحل ده ويطلب منه يجيب المفتاح السري اللي عمله الفرعون، وبيغريه بالفلوس علشان يوافق انه يبيعه له، وساعتها قتله وخد الفلوس وخد المفتاح. بيتصل بهايدن قال له تمثال المفتاح بقى معايا خلاص، وبصماتك على العصاية جنب الجثة هناك. بس هايدن بيروح لواحدة ساحرة عشان تكشف له المستقبل ويعرف ايه اللي جاي. عايز يعرف سر قوة مصر العظيمة، ويعرف الخطط كلها اللي هتحدث، ويعرف مكان التابوت فين وايه اللي هيحصل له بعد كده. انه عايز يعرف كل ده قبل ما ال7 أيام يخلصوا، لان بعدها الفضائيين هيكونوا ظهروا. بتقول له انت بالفعل هتنجح انك توصل للتابوت، بس الفضائيين اللي تحت الهرم هيصحوا، ودول لو صحيوا هيخلصوا عليك انت والفريق بتاعك. هايدن بيعرف مانديلا ان لازم نوصل للهرم ونخش باسرع وقت ونلاقي التابوت. بيحاولوا انهم يفتحوا البوابة وما بيعرفوش، وبيقول له ان المصريين زمان كانوا سابقين عصرهم، اذكياء جدا. بيروح البيت هو وادلر علشان يرتاح شويه وهيبقى يكمل بعدين، بس حالته الصحيه مش تمام، ما بتكونش احسن حاجه. بيقول له انا هكلفك بالمهمه دي وساره بنتي هتيجي تساعدك، بس ادلر بيبقى قلقان شويه. بيقول له انا خايف من لعنه الفراعنه، ان اللي مختفي اكتر كتير من اللي ظاهر. مصر مخبيه تاريخ كبير جدا، ولو ظهر هيبين قوه وعظمه مصر في عصرها الحالي وعصرها زمان، وان هي سابقه عصرها، وان هي هتكون البلد الرائده دلوقتي وسط العالم. وبيعرفوا ان من قوة ذكاء المصريين انهم قدروا انهم يخبوا تابوت كامل تحت الهرم. كمان حبسوا الفضائيين تحته، وطريقة صنع المفتاح الهندسي طريقة عبقرية جدا، ومصمم انه لازم المهمة تكمل. بس بعدها بيتعب، وتاني يوم ادلر بيقابل سارة، بيبقى مبسوط ان هو شافها لانه هو كان معجب بيها اصلا وكان نفسه انه يشتغل معاها، بس هي بتتكلم بقى بطريقة وحشة وبتقول له انا معايا الفريق العمل بتاعي واعتقد ان احنا مش هنحتاجك بعد كده، وبتطرده من الشغل فبيزعل جدا. فبتروح لهايدن بتعرفه ان عايزه تلغي المهمه، وان هي حتى لو المهمه كملت انا معايا فريق البحث بتاعي ومش هنكون محتاجين ادلر، وانا طردته من الشغل. بس بيزهق عليها لانه عارف خبره ادلر اللي خدها من هايدن، وبيطلب منها انه يرجع الشغل فورا، وان المهمه دي خلاص لازم تخلص قبل ال7 أيام، وان يا اما النهارده او بكره بالكتير. وبتضطر ساره انها ترجع ادلر من الشغل وبتعتذر له وبتقول له انت لازم ترجع دلوقتي، انا رحت لهايدن وحكيت له على كل حاجه. فبيروح عشان يقابل فريقها الجديد، وبيكون شخص اسمه روهيد، ده من ضمن فريق البحث بتاع ساره، وبيكون تاجر انتيكات قديمه. وبيقول له انا اعرف حاجات كتير قوي عن المصريين والسراديب السريه اللي في الهرم، اعتقد ان انا اعرف عنها كل حاجه. وفي تاني يوم بيروح فريق البحث بيروح للهرم الكبير، لان النهارده هو اليوم اللي هم مستنيينه، وبيكون في هناك حراس كتير قوي حوالين الهرم، وبيعرفهم ان ما ينفعش نخش دلوقتي، لعنه الفراعنه هتطاردهم للابد، واللي هيخرج سليم لعنه الفراعنه هتعيش معاه لحد ما يموت. بس هايدن ما بيبقاش مهتم بالكلام ده،
وانهم لازم يدخلوا الهرم ودلوقتي كمان. فبيكسر شخص منهم اول بوابة ويدخلوا جوه الهرم. بيكون الجو ضلمة جدا، وبيكتشف الدكتور هايدن ان كل ممرات الهرم عبارة عن افخاخ مميتة. الفخ الاول عبارة عن مجموعة حشرات تتجمع حوالين اول واحد فيهم وبتخلص عليه، بس هو معاه سلاح بيطلع نار فبيحرق كل الحشرات اللي حواليه. وبيكملوا في طريقهم علشان يوصلوا للأوضة اللي فيها التابوت قبل ما تتعامد الشمس والفضائيين يظهروا. بيوصلوا بعدها الأوضة جوه الهرم، وبيكون في تمثال صغير. بيتر يفكروا إن تمثال أثري وبيفكر إنه ياخده، هيبيعه بفلوس كتير. بمجرد ما بيحرك التمثال في حجر كبير قوي بيقع على واحد منهم وبيموته، فبيرجع التمثال مكانه وبيرجع الحجر لمكانه، وإن التمثال ده مرتبط بالحجر الكبير. بمجرد ما حد يحركه هيقع على أي شخص تحته. روهيت بيعرفهم ان المصريين زمان عندهم خدعة، بيغيروا ترتيب البلاط علشان لو حد فيهم داس على بلاطة فاضية يقع عليه حجر كبير ويخلص عليه. وبيبدأ انه يركز في ترتيب البلاط علشان ما يدوس على اي حاجة غلط، وفجأة من غير ما يقصد داس على بلاطة بالغلط فبيقع حجر كبير، لكنه ما بيخلصش عليه. بيخش أوضة بيعتقد ان هي فخ جديد، بس بيلاقي حجر كبير في نص الأوضة مكتوب عليه كلام فرعوني كتير، بس مش فاهم اي حاجة بسبب ان اللغة زمان كانت صعبة جدا عليهم. فبيحس ان الحجر ده مخبي حاجة كبيرة قوي تحته، وبيعرض على الفريق ان احنا لازم نحرك الحجر ده نشوف ايه اللي تحته. ويكتشفوا ان في تحته بالفعل ممر سري مختفي تحت الحجر بيودي على اوضه تانية، وبيلاقوا تحت تابوت الاميره اللي هم بيدوروا عليه. وبيفتحوا التابوت وبيلاقي جثه الملكه، وما بيهتموش بالامر وبيرموها وبيعاملوها معامله وحشه. فبيكون تحت الموميا مكان المفتاح اللي المفروض هيفتحوا بيه الباب، فبيحط المفتاح علشان يفتح الباب، والمفتاح ده لو اتفتح هيوصلهم للسرداب السري. سادلر مصدوم من اللي بيحصل وبيقول لهم انكم لازم تعاملوا الموميا معامله حلوه علشان اللعنه ما تصيبكوش للابد، وان الحضاره المصريه ما ينفعش انها تتعامل بالطريقه دي. فمحدش بيهتم بكلامه وبيكملوا اللي هم بيعملوه، وبيفتح الباب. بعدها بينزلوا الفريق للسرداب السري تحت. بينزلوا الاول ممر، وكالعاده بيكون في فخ علشان يمنعوا الحراميه ان هم يوصلوا جوه. بيدوسوا بالغلط على بلاطه فاضيه فبيتسد الطريق عليهم، وبيتفتح طريق تاني عبارة عن 3 ممرات. فبيحاولوا انهم يجمعوا نفسهم 3 مجموعات، كل مجموعة تروح في باب. بييجوا يعدوا من اول ممر الفخ بيظهر، وفي واحد منهم بيقع وبيموت، فالباقي بيعدوا ما بيحصلهمش اي حاجة. ان الفخ موجود في مكان واحد بس مش موجود في المكانين التانيين. وبيقدروا انهم يوصلوا للمومياوات بتاعة الفضائيين اللي الفرعون كان حابسهم، وبيحذروهم ان محدش يلمس اي حاجة فيهم لان ممكن يصحوا من تاني من جديد. لو الشمس ظهرت هيقدروا انهم يصحوا، وممكن انها ترجع للحياة لان النهاردة الشمس هتظهر على الهرم. بس سارة مش بتركز وبتلمس واحد منهم بالغلط، وهو بيصحى من جديد وبيمسكها بيحاول انه يقتلها. زوها بيحاول انه يضرب على الموميا نار بس مفيش حاجة بتأثر عليها. ساعتها سارة بتلاقي باب سري بيعدي الممر تاني، وكلهم بيجروا وبيلحقوا انهم يعدوا الناحية التانية. وبيكون في سرداب سري تاني، والبوابة بتاعته عبارة عن حجر محدش يقدر يفتحها غير يا اما الملك نفسه يا اما احفاده يا اما نسل من نسلهم. بالصدفة بنعرف ان ادلر وسارة بيكونوا من نسل الملك وانهم يقدروا يفتحوا الباب. وعلشان يجربوا الكلام ده فسارة بتروح تلمس الباب وبيفتح بالفعل، واتضح ان هي من نسل الملك فعلا وبيتفتح بسهولة. بعدها بيعدوا السرداب وبيقول له انا جبتكم انتوا الاتنين عشان بس تساعدوني ان انا افتح الباب لان انا عارف انكم من نسلهم. واكتشفنا بعدها ان هايد اللي كان بيزعق لسارة انه يرجعه علشان هما الاتنين كانوا من نسل الملك، وان هما بسهولة هيقدروا يفتحوا السرداب. فبمجرد ما يدخلوا جوه بيربطوا سارة وبيقولوا انها الوحيدة اللي بدمها قادرة انها تحيي المومياوات من جديد بتاع الفضائيين. بمجرد الدم ما ينزل على الارض هيظهر نور عظيم فوق الهرم وكل حاجة هترجع لطبيعتها زي ما كانت من 5000 سنة. وبيضرب نار على ادلر عشان يقتله بس الرصاصة بتيجي في روهيت وبيموت بداله. وهايدن بيعرفهم انه كان بيدي ادوية ممنوعة للدكتور مانديلا علشان يموت وعلشان حالته الصحية تبقى اسوأ، لانه كان رافض يساعده انه يرجع لكل حاجة لطبيعتها. وعلشان تكون مصر رائدة العالم كان رافض ان سارة تنزل معاهم السرداب وتفتح البوابة، فعلشان كده خلاه ياخد الادوية ويتعب. وساعتها لما يتعب سارة هتضطر انها تنزل السرداب، وخطته بالفعل نجحت انه تعب جدا وقعد في البيت ونزل مكانه سارة. فدكتور هايدن بدأ يعمل الخطة بتاعته، عايز ينزل الدم فبينزل الدم بتاعها على الارض. بيظهر نور غريب جدا حوالين الهرم، وفي نور ضخم ظهر على قمة الهرم، والنور ده متوصل بنجم في السماء. والمومياوات بدأت انها تصحى من جديد علشان يساعدوا ملكهم سايلس خلوه يحكم العالم. بس سارة ما بتكونش موافقة على اللي بيحصل ده لان سايرس لو ظهر هيدمر مصر تماما وهيتحكم في كل البشر طاقة الشر اللي عنده. ساعتها سارة بتحاول انها تهرب، تسرق مسدس تضرب نار على المكان اللي بيخرج منه النور،
فجأة كل حاجة بتتغير والهرم بيقع، وكل حاجة جوه الهرم بدأت إنها تتدمر تماما، وهما الاتنين نجحوا بيخرجوا في آخر لحظة، والهرم بينهار تماما بيخلص على كل اللي موجودين جوه، حتى المومياوات بتاعة الفضائيين وهم واقفين بيبصوا للهرم وهو بيقع. وبتخرج حشرة صغيرة وغريبة، غالبا دي بتكون روح الملك سايرس، هو بيكون هرب من الهرم علشان يروح لمكان تاني. وبيخلص الفيلم، ويا ريت لو عجبك تعمل لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد.